السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا دايما في أحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا عارفة أني الأيام اللي فاتت ما نزلتش فيديوهات بقالي كتير، بس إن شاء الله بإذن الله هبقى معاكم على طول الأيام اللي جاية. النهاردة عاملين فراخ بصوص أبيض تحفة بالمشروم، حاجة كده سهلة جدا وبسيطة خالص. قدمت جنبها خضار سوتيه ورز أبيض، ممكن بلاش الخضار السوتيه وممكن كمان يبقى معاها مكرونة سباجيتي. طريقتها سهلة جدا وموفرة خالص، وكمان الصوص الأبيض ده حاجة كده خرافة، هيعجبكم جدا. كمان الفراخ نفسها مش حاطين لها بهارات كتير ولا توابل كتير، طعمها حلو وخفيفة جدا. أكلة خفيفة وصحية خالص للناس كمان اللي بتعمل رجيم. لو حابين ان احنا نخفف من اكلاتنا او نقلل من الدهون بتاعتنا، دي هتكون وصفة حلوة جدا ومناسبة. لو اول مره تشوفوني، انا صفي حبيب. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حاجه عندنا هنا هو صدور فراخ، مقطعينها شرايح رفيعه، تمام، وغسلينها كويس وعاملين لها محلول نقع اللي هو ليمون وخل وملح. تمام، اهم حاجه انتوا تطمنوا انتوا غسلتوها كويس. هنجيب طاسه ونحطها على النار ونتاكد ان هي سخنه، ونحط عليها قطعه زبده، تمام، يعني قد معلقه كبيره من الزبده، ونستناها تسيح كويس. وهنضيف عليها صدور البانيه واحده واحده. تمام. هنبتدي دلوقتي نضيف صدور البانيه. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان الزبده سخنه علشان خاطر الفراخ ما تنشفش معانا. هنبتدي هنا هو نضيف لها شويه ملح وكمان حبه فلفل اسود، بس انا مش هحط لها اي حاجه تانية. دلوقتي بقى هنقلب الفراخ على الوش التاني. مش هنخليها على الوش اكتر من 5 دقايق. اولا علشان ما تنشفش مننا، السوائل بتاعتها كلها تنزل مرة واحدة، وكمان تتشوح من الناحيتين بطريقة متساوية. تمام، دلوقتي انا قلبتها. هبتدي اضيف على الوش التاني برضو شوية ملح وفلفل اسود، وممكن كمان رشة من الزعتر. زي ما احنا شايفين مع بعض الفراخ خدت لون حلو قوي معانا. طبعا انتوا لو عايزين تخلوها تاخد لون زيادة برضو براحتكم، بس انا بالنسبة لي اللون ده ممتاز جدا. هبتدي ارفعها من الطاسة وهخلي الطاسة زي ما هي على النار. برضو عايزين تغيروا الطاسة وتعملوها تعملوا الصوص في حلة او طاسة تانية براحتكم، بس انا حابة ان الصوص ياخد من الريحة والطعم بتاع تحمير الفراخ. تمام. طيب، في نفس الطاسة هنجيب هنا هو برضو قطعة من الزبدة، يعني يا دوبك برضو معلقة، وهبتدي اسيحها كويس. هكون مقطعة بصلاية مكعبات، بصلاية صغيرة مش كتير، يعني يا دوبك معلقتين بصل. هبتدي بقى دلوقتي اضيف البصل على الزبدة،
وهشوحها كويس جدا، مش هخليها تاخد لون، بس هخليها تتشوح كويس زي ما بتقولوا تتبل. عايزه اقول لكم الريحه جباره، ريحه البصل مع الزبده مع كمان مطرح تحمير الفراخ كانت يعني بجد ريحه حلوه جدا. عندي هنا البصل خلاص اتشوح معايا تمام، انا مش عايزاه اكتر من كده. عندي هنا هستخدم مشروم معلب، انتوا لو عندكم مشروم فريش تمام جدا يبقى حلو جدا، ده اللي عندي دلوقتي او ده اللي متاح معايا. تمام، هبتدي بقى اقلب البصل كده تقليبه، وبعدين هضيف المشروم بس بعد ما اصفيه كويس جدا. هضيف يعني من معلقتين ل3 معالق كبار من المشروم. تمام، وهبتدي بقى اديله برضو تشويحة مع البصل، واتأكد كويس انه خد من ريحة الزبدة والبصل وتشوح كويس. تمام، دلوقتي هنا هو كمان هجيب معلقة من الدقيق ممسوحة، مش عايزاها مليانة، تبقى ممسوحة رشة كده. تمام، وهبتدي اقلبها كويس قوي مع البصل والمشروم، يعني تاخد برضو تشويحة مع الزبدة. تمام، قلبوها كويس جدا عشان برضو نمنع ان هي تتكتل او تكلكع. عندي هنا هو هضيف عليها كريمة لباني، كريمة للطهي. انا هنا استخدمت كريمة المراعي، بجد ممتازة وحلوة جدا وريحتها كمان حلوة. تمام، هضيف الكريمة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اقلب كويس جدا عشان برضو الدقيق ما يكلكعش معايا. هضيف الكريمة وهضيف عليها كوباية من اللبن. تمام، واقلب كويس جدا جدا، وهضيف عليها قالب ماجي فراخ وملح وفلفل اسود وكمان سنة سكر. بس كده، انا مش هضيف اي بهارات او توابل تانية، ومش هضيف حاجة تانية. بالنسبة لي هي كده تمام جدا. الصوص يا دوبك يغلي معايا، وبعد كده هضيف معاه الفراخ. زي ما انتم شايفين الصوص بيغلي، هضيف مع الفراخ البانيه اللي احنا شوحناها على جنب. تمام، وهبتدي بقى اقلبها مع الصوص كويس جدا زي ما انتم شايفين، واسيبها كده على نار هادية خالص. انا حطيت معاهم معلقة من الزبدة صغيرة، دي حركة اختيارية بس عشان خاطر تزود وتعزز الطعم بتاعها. بس كده، زي ما انتم شايفين اكلة سهلة جدا وبسيطة خالص ومحتاجتش مننا وقت خالص. الرز الابيض انا حطيت زبدة وعليهم شوية ملح، وحطيت الرز على طول وتشوح مع الزبدة، وبعدين رحت حاطة قالب ماجي، وحطيت المية السخنة وسبته يستوي خالص. رز بسيط وسهل جدا. الخضار السوتيه انا هوريه لكم في فيديو جاي ان شاء الله، عشان انا عملته كذا مرة وناس كتيرة سألتني عليه. هوريه لكم ان شاء الله في فيديو جاي، وهيعجبكم جدا وطريقته سهلة خالص. تمام، زي ما انتم شايفين طبق الوانه حلوة وزي ما انتم شايفين بجد شكله حلو جدا. الطبق انتوا ممكن تاكلوه بره بمبلغ وقدره، يعني احنا عملناه في البيت يدوبك، ما كلفناش حاجات غير حاجات بسيطة. طريقته سهلة جدا، ما خدش مني اي وقت. زي ما اتفقنا اول الفيديو، ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ صوفي. وانتظروا اكله جديده ووصفه جديده من مطبخ صوفي. باي.